جاهزين نحل اسئله تمارين 3 خطوه بخطوه؟ ركزوا معايا وهتشوفوا قد ايه الحل سهل. وكمان هبدا احط لكم اسئله صغيره في الفيديو شورتس بين الفيديوهات كنوع من المراجعه علشان تثبتوا المعلومات. ويلا بينا نبدا على طول. يلا بينا يا ابطال ندخل في اول سؤال. بيقول لي اوجد كل مما ياتي في ابسط صوره. عندي طبعا هنجمع العوامل الاول، 1 زائد 2 هيبقى 3 وجذر التلاتة في مكانه. طب السؤال التاني 3 ناقص الاربعة بسالب 1 وهنحط الجذر الخمسة. طبعا مش بنكتب الواحد لان عادي بيبقى سالب جذر 5 على طول. سؤال 3 هنقول الاول 2 ناقص التلاتة بسالب 1 زائد الواحد فبصفر، فهتبقى كلها زيرو. سؤال 4 فيها المرة دي جذر السبعة وفي جذر 3. انا هاخد الجذر 7 لوحده الاول وبعد كده جذر 3. يعني عندي هنا 2 زائد الواحد 3 جذر السبعة، وسالب 3 زائد 2 بواحد فهتبقى ناقص جذر التلاتة بسالب 1 يعني، فهتبقى سالب جذر التلاتة، فهتبقى كده وهنسيبها زي ما هي. سؤال 5 برضو جزئين، فهنعمل جذر الخمسة الأول مع بعض وبعد كده جذر التكعيبي للاتنين. هنا 2 زائد الأربعة 6 فهتبقى 6 جذر الخمسة، وسالب 3 زائد الواحد هيبقى سالب 2 هتبقى سالب 2 جذر التكعيبي للاتنين. سؤال رقم 6 هناخد الجذر الخمسة الأول. هنا 1 زائد الاتنين 3 جذر الخمسة، وسالب جذر 3 زائد جذر 3 هيروحوا مع بعض فهتبقى 3 جذر الخمسة بس. سؤال رقم 7 2 جذر الاتنين وزائد 5 جذر الاتنين، يعني 7 جذر الاتنين زائد 3 3 ناقص الواحد ب2 تبقى 2 جذر التكعيبي للخمسة. سؤال رقم 8 والأخير في الجزء دوت ربع زائد ربع جذر 2 زائد 3 على 4 هتبقى جذر الاتنين بواحد يعني، فهتبقى جذر الاتنين، وهنا دي بالموجب ودي بالسالب فهيروحوا مع بعض فهتبقى جذر 2 بس. ندخل بقى في السؤال التاني. السؤال الاول كان جمع وطرح، اما السؤال ده ضرب وقسمه. طبعا هنا اول سؤال جذر 3 في جذر 3 هتطلع على طول ب3، لان احنا كنا قايلين قاعده في فيديو الشرح لما يكون الجذرين متساويين بناخد اللي تحت الجذر على طول. ولكن لو ما اتفرجتش على الفيديو دوت روح اتفرج عليه. عايز تعرف خطوات للسؤال دوت اهو، هتبقى جذر اللي تحت القوس اللي تحت الجذر 3 في 3 اللي هو هنا الرقم اللي هنا والرقم اللي هنا، فيطلع لي جذر 9 فهتطلع بتساوي 3. السؤال رقم 2 هنقول سالب 5 في 3 بسالب 15 وجذر 2 في جذر 2 نفس الفكرة بتاعت السؤال الأول، فهتطلع في 2 هتطلع بتساوي سالب 30. اكتبها على الآلة لو مش عارف تحسبها. 2 في 3 ب6 وبعد كده هنحط جذر 2 على طول لان هنا مش في حاجه تتضرب فيها جذر 2. سؤال رقم 4 تلت في 1 بتلت وجذر 3 في جذر 3 ها بايه ب3، برافو عليك، فهتبقى ال3 هتروح مع ال3 فهتطلع بتساوي الواحد. سؤال 5 احنا عندنا لما بتبقى تكعيبيه يعني الأس تكعيب وفي الجذر التكعيبي قلنا ايه اللي بيحصل، بنشيل الجذر التكعيبي مع ال3 فهيتبقى ايه الخمسة في 2 جذر ال3. الاتنين في الخمسة بكام؟ ب10 جذر التلاتة. سهلة، بس انت مش تشوف بس السؤال وتقوم مخطوط وتقوم واقف، حل وهي هتيجي معاك. سؤال رقم 6 هنا نفس الفكرة، هنا الجذر التربيعي والتربيع هيروحوا مع بعض فتبقى فوق 7 في 3 جذر 3 على 7 جذر 3. جميل. طب الجذر 3 هتروح مع الجذر 3، طب ال7 هتروح مع ال7 فتبقى ال3. سؤال رقم 7 ايوه انا شايفاك وانت مخطوط وواقف وتقول يا لهوي هنحل ازاي دوت، ما تقلقش هنحل واحده واحده. لما اجي اقسم 2 جذر ال3 دي على الواحد هل انا كده غيرت حاجه؟ لا. طب تعالى بقى نضرب، هنقول 2 في 2 ب4 جذر ال3 في الجذر ال7 هنسيبها زي ما هي كده، 1 في 7 هنا هيبقى ال7 اسم عادي جدا هنكتب 20 جذر ال3 على 5 جذر ال7. طب انا لو غيرت علامة القسمة دي خليتها ضرب وشقلبت الكسر اللي هنا ده هيجرى حاجة؟ ابدا. تعال نشوف، هتبقى 4 جذر ال3 جذر ال7 على ال7 في وهنعكس دول يعني هنخلي فوق 5 جذر ال7 وتحت 20 جذر ال3. هنا هيبقى فيها الواحد وهنا هيبقى فيها الخمسة هنا هتروح مع الخمسة فوق وجذر ال3 هنا هتروح مع جذر ال3 هنا، فهيبقى في البسط ايه؟ جذر 7 في جذر 7
ب7 والمقام مش بقى في غير 7، فهتطلع الإجابة 1. سؤال 8، هنعمل الضرب الجزء ده الأول وبعد كده ندخل في الجزء التاني. عندي جذر 5 في 4 جذر 5، هنقول 1 في 4 ب4، جذر 5 في جذر 5 ب5، على 5 في 12 ب60 جذر 2. وبعد كده هنحول علامة القسمة دي لضرب وهنشقلب 2 دول، فهتبقى هنا 3 جذر 2 على 1. طب انا 4 في 5 بكام؟ ب20، على 60 جذر 2 في 3 جذر 2 على 1. طب 20 على 60 فيها 1 على 3، فالتلاتة هتروح مع 3، جذر 2 هيروح مع جذر 2، فكده بقى ايه؟ 1 على 1، فتطلع الإجابة بتساوي 1. سؤال رقم 3، أول حاجة بيقول لي الاتنين عايزين نضربها في القوس ده كله، فهتبقى ايه؟ 2 في جذر 2 هتبقى 2 في جذر 2 كده، زائد 2 في جذر 5. بس كده، في أسفه من كده؟ والله ما في. سؤال رقم 2، جذر 2 في 5 يبقى 5 جذر 2، زائد جذر 2 في جذر 2 ب2، وهنسيبها زي ما هي. سؤال رقم 3، سالب جذر 3 في سالب 5، سالب وسالب هتبقى موجب، هتبقى 5 جذر 3. طب وهنا سالب برضو وسالب هتبقى موجب، جذر 3 في جذر 3 ب3. يبقى نركز في سؤال رقم 3 لان هو بيجي الافكار دي في الامتحان كتير. يبقى عندنا دايما لما نيجي نضرب سالب في سالب يديني ايه؟ يديني موجب. نركز في الجزء ده. سؤال رقم 4، هنقول 2 جذر 3 في 4، يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8. بعد كده جذر 3 جنبها، وبعد كده 2 جذر 3 كلها برضو في الجذر 3، يبقى 2 في 1 ب2، هنا طبعا ما بينهم زائد، 2 في 1 هيبقى 2، وجذر 3 في جذر 3 ب3، ده كله ناقص. عندنا ناقص ايه؟ 4 جذر 3. هل خلصت؟ لسه طبعا، هنختصرها لان هو عايزه ايه في ابسط صوره. يبقى 8 جذر 3 زائد 2 في 3 ب6 ناقص 4 جذر 3. 8 ناقص 4 ب4 جذر 3 زي ما هو، زائد 6. سؤال رقم 5 بيقول لي جذر 7 في 2 على جذر 7. انا جذر 7 دي لما اضربها يبقى ايه؟ هتبقى جذر 7 فوق، يعني هتبقى 2 جذر 7 على جذر 7، فجذر 7 هيروح مع جذر 7 فهيتبقى 2 ناقص جذر 7 في جذر 7 ب7، جذر 7 زائد 3 في 3 يبقى 3 جذر 7. هتبقى كده. لو تعالى نختصرها اكتر، 2 ناقص 7 بسالب 5 زائد 3 جذر 7. جميل. نركز في الاسئله تبقى كلها سهله، بس ركز كمان اكتر في الاشارات. لو مش عارف تعمل اشارات اكتبها على الاله عشان تطلع لك مظبوطه. سؤال رقم 6، سالب 3 في 8 بسالب 24، وبعد كده سالب 3 في 2 بسالب 6، وهنحط جذر 3 زي ما هي، زائد 6 جذر 3، سالب 24 هيبقى زي ما هو، وده هيروح مع ده لان هنا سالب وهنا موجب. ندخل في سؤال 7، تعالى نظبط ده الاول. جذر 5 في 2 ب2 جذر 5، وبعد كده جذر 5 ناقص جذر 5، يعني جذر 5 في جذر 5 الاول ب5، ما بينهم اشاره ايه؟ ناقص. سالب 2 في 1، نركز هنا سالب، يبقى السالب ده هينضرب في القوس كله، يبقى سالب 2 في 1 بسالب 2، سالب 2 في جذر 5 بسالب 2 جذر 5. طب هنا بالموجب، هنا بالسالب اقصد، وهنا بالموجب، يبقى ده هيروح مع ده، ففاضل لي ايه؟ سالب 5 ناقص 2 بسالب 7. سؤال رقم 8، جذر 11 في 5، فهتبقى 5 جذر 11، وجذر 11 في جذر 11 ب11. جميل. وبعد كده هنقول ناقص هنا سالب 6، نركز في السالب، سالب 6 في 2 بسالب 12، وسالب 6 في جذر 11 بسالب 6 جذر 11. تعالى بقى نختصرها، هيبقى عندي هنا ايه؟ سالب جذر 11 ناقص 1. تمام يا ابطال، عملت الفيديو دوت صغير وبسيط علشان تفهموا كل حاجه كويس جدا في درس العمليات على الاعداد الحقيقيه، وبكره هندخل في الجزء التقيل وتمارين اصعب شويه هتخليكم بيرفكت في الموضوع. فاضل لكم بس تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك على الفيديو علشان ما يفوتكوش الجزء الجاي. لو مستعدين اكتبوا في الكومنتات مستعدين، واستنونا في الفيديو الجاي.